يا رب يجعل يومكم كله هنا وسعادة. فندق اسمه رومانس على البحر في اسكندرية، في معرض النهاردة. المعرض ده بتاع الأستاذة شيماء. المعرض جميل جدا وعلى البحر مباشرة عند سبا باشا في فندق رومانس. المعرض النهاردة وبكرة، وفي كل اللي انتوا عايزينه علشان الصيف. أستاذة شيماء هي اللي جت دي من شوية. في كل اللي انتوا عايزينه عشان الصيف، وفي اكسسوارات، في ملابس، في براندات، في كل اللي انتوا عايزينه، في مكياج، في ادوات مطبخ، مستلزمات مطبخ، في تقريبا كل حاجة محتاجينها. وكلها حاجات براندات، وكلها حاجات يعني هنا الاكسسوارات دي جميلة جدا ورخيصة. في براند اسمه روانزا. البراند ده جميل جدا، الخامة بتاعته كتان، وكتان كله مستورد. روانزا دي تقريبا اول مبلغ للدريس هناك حوالي 500 جنيه. الاسعار جميلة جدا، وتقريبا هو كمان من 500 600 بس اشكال وموديلات كتير عندهم حلوة، وفي مشجر وفي سادة، والخامة عندهم جميلة جدا، ومن النوع اللي هو حتى ما بيتكسرش، اللي هو تلبسيه وتنزلي على طول كده، تروحي مشوارك، تروحي البحر، تروحي البسين، تروحي المصيف بتاعك. فالملابس بتاعتهم جميلة جدا واسعارها رخيصة جدا. والبنات بنات روانزا بنات ناعمة وبنات حلوة، بنات هادية، هتتبسطي قوي ان انت بتشتري منهم. بنات صغنونه كده، ربنا يبارك في رزقهم. فتتبسطي قوي ان انت بتجيبي حتى من روانزا، وهيبقى كمان دولابك كله روانزا. انا مش بعمل اعلان للروانزا خالص، بس هي فعلا روانزا ارخص مبلغ جوه وارخص دريسات، فبالتالي انا شايفاها ان هي احسن حاجه. وطبعا في كتير برضو حلوين، بس انا بتكلم على الاسعار. فالمعرض النهاردة وبكرة من الساعة تقريبا 10 لحد بالليل الساعة 11 12. والأستاذة شيماء اهي، هو ده المعرض بتاعها، هي لابسة التايجر دي. فالأستاذة شيماء جميلة جدا كمان، وهتلاقيها في المعرض اليوم كله. والحاجات رخيصة، والبنات هناك العارضات كلهم احسن من بعض، ووشهم بشوش، بيساعدوكي يعني اللي انت عايزاه. الاسعار حلوة، بيتهاودوا كمان في الاسعار. وتقريبا هناك كلهم عاملين خصم من 20 ل 30%. والحاجات اصلا لسه في الموسم بتاعها، يعني هم عاملين خصومات، ولسه احنا في الصيف. العرض هناك جميل جدا. الاكسسوارات بقى دي اللي عندهم مش موجودة اصلا في السوق، ما تقوليش بقى اللي هي الحاجات الشعب خالص. دي كلها اكسسوارات، هم حتى اللي عاملينها بايديهم، كلها هاند ميد، كلها احسن من بعض. الميك اب هنا اشكال والوان، كله برضو حاجات براندات، وكلها حاجات كويسة. انا طبعا جبت لي منهم، بس انا هبوريه لكم مرة تانية. انا ما بستعملش الا قلم روج واحد بس، ايوه هو ده، نجيبش حاجة تاني. كل ده مش تابع خالص، ده تبع انتوا الحلوين انتوا. انا ما باخدش الا قلم الروج بس اللي هو يناسبني. بس الحاجات عندهم رخيصة. وحتى انا جايبة القلم الروج ده، قالت لي ان هو الاصلي، فكان سعره رخيص جدا. جايبة الاصلي ب50 جنيه، ده ولا حاجة طبعا. هنا ده الحاجات اللي هي للجسم، فتقريبا يعني كل ما تتخيليه للصيف عندهم. وكلها ده عنده كل حاجة اصلي اهي. البراندات دي كلها اصلي، وكلها عنده الزيت الحي ومعرفش ايه، وكل الحاجات دي انتوا عارفينها طبعا. ف حاولوا ان انتوا تروحوا النهارده وبكره، لان هما مش موجودين بقية خلاص الاسبوع. هما جايين كمان كلهم جايين من المحافظات، ومعظمهم جايين من القاهرة. ف كويس قوي ان هما معانا في الجو الحر ده. فالحقي روحي المعرض. طبعا انا كنت هناك حوالي الساعة 11 تقريبا، حاجة زي كده، فالمعرض فاضي. طبعا على بعد الظهر هتلاقيه زحمة اكتر من كده، فحاولوا ان انتوا تروحوا وتستفادوا كمان بالعروض اللي هم عاملينها. المعرض زي ما احنا قلنا على البحر مباشرة في منطقة سبا باشا في اسكندرية، قدام نادي المهندسين تقريبا. اسم الفندق اسمه رومانس. وبتطلعي الدور الاول، تدخلي الفندق تطلعي الدور الاول، المعرض فيه الناس كلها من على الباب تحت لحد ما توصلي، لحد ما تخلصي، كلهم محترمين ذوق. بتختاري اللي انت عايزاه. بصي الساعة كانت تقريبا كانت 12 اهي، بس انا كنت من 11 او 10 هناك كمان. فروحي وان شاء الله الحاجات تعجبكم هناك. وحاولوا ان انتوا تروحوا النهارده وبكره علشان هما مش موجودين معانا. وحاولوا تسألوا برضو على براند اسمه روانزا. ده ملابس كلها
محجبات كده حلوة، وبرضه للبنات الصغيرة. بس انا شايفة ان الخامة بتاعتها مستوردة وجميلة وهتعجبكم جدا. وهنا طبعا مستلزمات المطبخ اللي هي الاكسسوارات الحلوة دي. برضو الحاجات بتاعتها حلوة جدا، واسعارها على فكرة رخيصة. وحاولوا ان انتوا تروحوا. والأستاذة شيماء اللي هي لابسة تايجر وطرحة بيضة دي هي الأستاذة شيماء، هو المعرض باسمها، فاسألوا عليها. محترمة جدا، جميلة جدا، حبوبة جدا، وشها بشوش وبتضحك، فجميلة جدا وهتحببكم كمان في المعرض. وهي موجودة على طول هناك. وادي البراند اللي هو ده بتاع روانزا. بص الالوان الصيف كلها موجوده، حتى الخامه اللي هي هتغسليها هتلاقيها كلها ايه، ما بتكويش. يلا تعالوا بقى النهارده وبكره ومستنيينكم، ويا رب ان شاء الله يعجبكم، ويا رب يجعل يومكم كله هنا وسعادة.